السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ناس كيتشن. هنعمل النهاردة صينية كانيلوني تفتح النفس. بالنسبة لي طبق اساسي في اي عزومة او حتى وجبة غدا. بكتفي اني اقدمها مع بطاطس محمرة وسلطة خضراء لذيذة جدا وبتأكل وبمكونات بسيطة. جربت طرق تانية كتير وفي كل مرة كنت برجع اقول لا، طريقة والدتي الابسط هي الألذ على الاطلاق. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هبدأ احضرها هو عيش الكانيلوني. هو بيبقى سمك واكتر من عيش الكريب. اللي هيقولي ده كريب هقوله لا، هو مش كريب ابدا، هو في الاساس نوع من انواع الباستا. المكونات دي تكفي تقريبا ان احنا نعمل حوالي 7 ارغفة، وتقدروا تضاعفوا المقادير زي ما انتوا عايزين. انا شخصيا عملت هنا 3 اضعاف المقدار، طلعولي حوالي 21 رغيف وب350 جرام لحمة مفرومة فقط للحشو. المكونات عبارة عن كوباية دقيق وكوباية لبن وبيضتين ونص معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة كبيرة من الزيت. زي ما قلنا ان المقدار ده هيطلع 7 أرغفة. انا هنا عملت 3 اضعاف المقدار اللي قلنا عليه. هبدأ اضيف اللبن والبيض والزيت والملح والفلفل والكمون في بولة، وهضربهم كويس بالهاند بلندر او في الخلاط لحد ما يختلطوا كويس قوي. وهضيف الدقيق شوية بشوية وهبدأ اقلب بالمضرب اليدوي، وضروري ابقى نخلة الدقيق قبل ما اضيفه. وكمان بعد ما اضرب كويس بالمضرب اليدوي هصفي الخليط في مصفى علشان يبقى خالي من اي تكتلات. وهبدأ اسوي العيش في اي طاسة عندي، مش هتفرق نوعها ايه. لو مش متوفر تيفال او اي حاجة ما بتلزقش عادي تستخدموا ستانلس، مش هتلزق ولا اي حاجة. المهم اني قبل ما اضيف الخليط ابقى مسخنة الطاسة كويس قوي وكمان مسحاها بالزيت. انا هنا هستخدم الطاستين مع بعض بالشكل ده علشان اخلص اسرع. بعد ما اسخن الطاسة كويس قوي هنزل بشوية من الخليط وهوزعه باني احرك الطاسة في جميع الجهات بالشكل ده، وهسيبه يتماسك ومش هقلبه غير لما مبقاش شايفة اي سايل في الطاسة والجوانب تبدأ تفصل بالشكل ده. وساعتها هقلبها على الجهة التانية، واول ما تاخد اللون الذهبي الفاتح ده هخرجها. وناخد بالنا ان كل ده بيحصل على نار هادية. هخلص كل الكمية اللي عندي بالشكل ده. كل ما اخلص واحدة هضيفها في الطبق وهغطي فوطة او حتى كيس علشان ما ينشفوش. هنا كنت خلصت الكمية كلها. هسيبهم على جنب وابدأ في تحضير اللحمة المفرومة. في طاسة على النار هنزل بمعلقتين من الزيت يسخنوا، وهنزل عليهم بالبصل المتقطع. يا دوب البصل يبدأ يغير لونه كده هنزل عليه بفصين من الثوم واقلب واشم ريحة الثوم. هنزل باللحمة المفرومة على طول. والتوابل عندي عبارة عن معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون وكمان الزعتر ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم. هقلب واسيبه يستوي، وبمجرد ما يستوي هرفعه من على النار وابدأ في تحضير الصينية. هنزل باللحمة فوق العيش والف رول بعد ما اقفل الجوانب بالشكل ده كأني بلف ساندويتش، وهضيفه في صينية بتدخل الفرن كلهم جنب بعض بالشكل ده. وبوزع عليهم معلقتين من الكاتشب. ممكن تعملوا صلصة بيتزا لو حابين بدل الكاتشب، بس كده اسهل والطعم حلو برضه. ممكن تعملوا بشاميل وتضيفوه للوش. بصراحة انا ما بحبش كده، الصينية بتبقى اتقل بكتير او يمكن بيغيرلي الطعم اللي انا متعودة عليه. ممكن ندخلها الفرن كده، لكن بما اني بحب كل حاجة تكون اكسترا تشيز هضيف موتزاريلا على الوش وهدخلها على فرن ساخن مسبقا على الرف الاوسط لمدة ربع ساعة تقريبا. وبعد ما تخرج هتبقى بالشكل ده، وياريت لو تتقدم سخنة. سهلة ولذيذة وغير تقليدية، ومطة جبنة مفيش بعد كده. واوعدكم لو جربتوها بالطريقة السهلة دي هتضيفوها للمنيو عندكم.
لو عجبكم الفيديو وشايفين ان المحتوى مفيد متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اي فيديو جديد بنقدمه. اشوفكم على خير في فيديو جديد.